في ناس كتيرة جدا بتجيب سيرة رمسيس الثاني ان هو اتجوز بنته، وبيتكلموا بطريقة تسيء لرمسيس الثاني في حد ذاته. وده يدل على كذا حاجة. أول حاجة يدل عليها إن الشخص ده ما قراش الحضارة المصرية القديمة أساسا، لأن الحضارة المصرية القديمة يا جماعة كان الموضوع ده عندهم عادي. يعني مش رمسيس التاني بس اللي عمل كده، أكتر واحد عمل كده هو أمنحتب التالت، وأكتر واحد تجبر في كده هو أخناتون. والموضوع ده انتوا لازم تعرفوه، علشان مش كل ما يقال يبقى هو ده اللي حصل، لا، ده ليها آثار بتتكلم عنها. فالاقيهم دايما يحبوا يسيئوا رمسيس الثاني على اساس ان هو اللي عمل كده. فالناس دي بتاخد القشره فقط والحاجه اللي هم عايزين يقولوها، لكن مش بيقول الحقيقه. انا قلت لكم هو كان بيحصل كده، بس كان بيحصل كده ازاي؟ كان بيحصل كده عن قصد او بيحصل كده في الفعل؟ يعني فعلا الاب كان بيتجوز بنته عند المصريين القدماء، ولا كان الموضوع وراه معلومه تانية؟ وده هنا بقى يجي دوري انا موجوده ليه عشان اوضح لكم المعلومه دي. في الكتاب ده في كل التفاصيل عن عن زواج الملك المصري من بناته. الموضوع ده حصل امتى؟ تعال اقول لكم حصل امتى. حصل من بدايه عصر الاسره ال 18. ملكه حتشبسوت عملت قصة ان مامتها نامت مع امون علشان جابتها، فلما جابتها هي دلوقتي بقى فيها السلالة الملكية او فيها الدم الملكي الالهي، وهي المفروض تمسك حكم مصر. الملوك اللي بعد كده علشان ما يخلوش بناتهم يعملوا زي ما حتشبسوت عملت، عملوا قانون جديد. إيه القانون الجديد ده؟ ان هم يخلوا بناتهم يحملوا لقب الزوجة الملكية. يعني ايه؟ يعني الملك بيقولك انا عندي بنتين او 3 او 4، دول يحملوا الصفات الزوجة الملكية، علشان لو بعد كده حصل في الامور ان ولاد الرجالة دول ماتوا، او ولاد الرجالة دول ما جوش، او ولاد الرجالة دول انا ما جبتهمش اللي هم المفروض يمسكوا حكم مصر، يبقى اللي هيتجوز من البنات دول ليهم الحق الشرعي في اعتلاء عرش مصر. يعني كانوا بيدوا لبناتهم البركة ان هم دول اللي هيمسكوا الحكم لو في حالة ان الرجالة دول ما بقوش موجودين. فده حصل اكتر من مرة، ان ممكن زوجة ملكية او ممكن بنت ملك تتجوز شخص عادي، فالشخص العادي ده يبقى هو الملك. حصل في عهد الأسرة الرابعة والخامسة. يعني خنت كاوس دي اتجوزت واحد عادي فخلفت عيالها اللي هم مسكوا الأسرة الخامسة. فهمتوا؟ فهنا ده زي ما تقولوا كده الدين بيتغير على حسب متطلبات المجتمع. طيب نفهم من كده يا نيرفانا ان الملك كان بيدي الالقاب لبناته، لكن ما كانش بيتجوزهم فعليا. طيب عرفت ازاي المعلومه دي يا نيرفانا؟ عرفت المعلومه دي انه ما جابش من البنات دول اولاد، هو مجرد الملك بيديهم جزء من سلطته الملكيه مش اكتر. زي ما عندهم في الاسطوره ان را كان مدي السلطه الملكيه لحتحور، وحتحور كان دورها كبير جدا في الحضاره المصريه القديمه، دي كانت الرئيسيه على فكره. يعني حتحور اكبر من ايزيس في الحضاره المصريه القديمه. فهم بالظبط بيجسدوا القصص الدينيه فيهم هم، ان الملك زي رع وان بنته زي حتحور. هل الموضوع ده نقدر من خلاله نعرف اذا كان اتجوز بنته ولا لا، ان هو بس يخلف منها؟ طب مين اللي عمل كده يا نيرفانا؟ هل امنحتب الثالث عمل كده؟ لا، مفيش ما يثبت ان هو دخل فعليا ببناته. طيب هل رمسيس الثاني عمل كده؟ لا، مفيش ما يثبت فعليا ان هو دخل ببناته. الوحيد اللي ثبت فعليا ان هو فعلا اتجوز بناته الملك اخناتون. في ايه؟ في ان هو عنده 3 بنات، كل بنت جايبه بنت تانية نفس الاسم وحاطين اسم الصغرى فيها. بمعنى ميرت اتون خلفت من اخناتون بنت اسمها ميرت اتون الصغرى. عنخ سين امون خلفت بنت تانية من اخناتون وسمتها عنخ سين امون الصغرى. يعني هو اخناتون فقط اللي فعل هذا الفعل. ده كلام موجود فين؟ ده كلام موجود في الجزء الرابع او الخامس من موسوعة سليم حسن اللي هي بتتكلم عن اخناتون. تقدروا ان انتوا ترجعوا لها وتشوفوا ايه الحقيقة. هل الموضوع ده يسيء للحضارة المصرية القديمة؟ لا، لا يسيء للحضارة المصرية القديمة، لأن الناس دول كانوا بيفعلوا الحاجات اللي خاصة بدينهم. بمعنى احنا عندنا دلوقتي شرب الخمر حرام، ماشي؟ ما يجيش أنا أروح أحكم على الأجانب انتوا تشربوا خمر. الخمر حرام، لأن هم دينهم ما عندهمش دين في الموضوع ده. فأنت ليه بقى عندك عندهم؟ هم عملوا حاجة يحاسبهم بقى ربنا، لكن احنا نحاسبهم؟ لا، ملناش دعوة نحاسبهم. ده لا يمنع إن أنا أدرس الحضارة المصرية القديمة وأفتخر بيها. فزي ما أنا قلت لكم
المعلومات ليها اساس. انت بقى كواحد بتدرس الحضاره المصريه القديمه، انت عايز تسيء ليها ولا عايز تفهمها؟ لو عايز تفهمها هتقرا من كل المراجع، لو عايز تسيء ليها هتاخد الجزء المسيء وتنشره. فعشان كده انا بستغرب من الناس اللي ماسكين علاقه رمسيس غير ان هو اداها لقب وادى لاختها عينات لقب وادى لاختها الثالثه لقب وبس على كده، علشان لو حصل في الامور امور يبقى هم يمسكوا حكم مصر بجوازاتهم اللي هيتجوزوه وخلاص.